السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. سامحوني بس مبدئيا كده عشان صوتي يعني تعبانة انا شوية. زي ما قلت لكم بقى في الفيديوهات اللي فاتت ان انا كنت بخلص شقتي عشان راح اقعد عند ماما كده بتاع 10 ايام عشان هي تعمل عملية في عينيها، وما ينفعش طبعا ان انا اسيبها في الظروف اللي هي فيها ديت. بتبقى محتاجة طبعا مراعية وكده، مش هينفع تقف قدام بوتاجاز. ف تعالوا بس معايا كده قبل ما نبدأ الفيديو عند ماما، تعالوا اوريكم انا عملت ايه في شقتي قبل ما اجي عندها. بصوا بقى هنا تقريبا كده كنت عايزة أعزل ومش عارفة. جبت بقى الشنط بتاعت ولادي، خدت الكتب بتاعتهم، جدول الأسبوع بتاع المدرسة. يعني أنا شفت جدول شبه واخدة الكتب كلها، يعني واخدة الكتب كلها بتاعت الدراسة بتاعتهم، واخدة كمان الكتب الخارجية بتاعت الدروس. طب كانت شيلة يعني ما شاء الله. أنا عشان كده بقولك كنت عايزة أعزل ومش عارفة، يعني ناقص أخد بقى كمان الفرش بتاع الشقة. حضرت شنطة ياسين، وحضرت شنطة يوسف كمان، حطيت له الكتب بتاعته وحاجته والهدوم. خدت لهم هما طبعا هدوم المدرسة و شباشب ليهم عشان ينزلوا هناك براحتهم عند ماما، مش هينزلوا طبعا بالكوتشيات. وخدت هدوم ليا. هي المسافة قريبة ما بيني وما بين ماما في السكن، بس برضو زي ما تقولوا ما بصدق بقى اروح عندها، مش عايزة انزل اروح في حتة تاني. يعني اما بصدق اقعد عندها بصراحة ربنا. لميت بقى العزال بتاعنا عشان هروح. أنا بصراحة ربنا من أسعد أيامي اللي بقضيها عند ماما، كفاية وجودها بس ونفسها كده معانا. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. أمانة عليكم تدعوا لها دعوة بالشفاء ويشفي كل مريض يا رب. ربنا يديها الصحة والعافية ويطول في عمرها ويخليها لنا. من بعد الأم في الدنيا ما فيش حاجة بعد كده لها طعم في الحياة، والله العظيم. ربنا يحنن كل واحدة وكل واحد على أمه يا رب. لميت بقى حتى الشرابات، واخده لهم شرابات. بصوا بقى لميت الحاجة بتاعتنا كلها كده. يعني هما بيلموا، شفتوا اللي رايحين بقى مصيف، رايحين آه، رحلة، هما فرحانين جدا ان هما يقضوا اليوم ده عند ماما، لموا عزلهم بقى ويلا بينا. هنا بقى كنا لازم نركب توك توك لان مش هينفع طبعا نشيل الشيلة دي كلها، كانت الشنط بتقطم ظهرهم، ما ينفعش. ركبنا توك توك، مسافة بيني وبين ماما حتى لو ماشية مفيش 10 دقايق. انا مين انت؟ انا يا ست. مين انت يعني؟ اهلا اه شايفانا طالعة نضيف وحلو. اه احنا عزلنا يا ماما جايين نقعد عندكم. كان بقى صباح العملية انا جيت، بصوا بقى ايه، لقيت ماما كالعادة شايلة الفرش وغسلاه وكده قالت لي عشان ما تتعبيش في حاجة، يعني تحاول تخفف من عليا. خوخة يا بنت اختي منورانا. طالما ياسين موجود لازم تبقى خوخة موجودة. بتحب ياسين قوي، متعلقة بيه جدا ومنقرة. ربنا يبارك فيها يا رب. المهم بقى ماما كانت غاسلة الفرش كله ومحضراه. ما تاخدوش في بالكم، بتدي ياسين القلم ده محبة، نكش نكش. هي طول ما هي قاعدة بتناقش فينا وبتنقر فينا كده. كنست على فكرة أنا كنت لسه فرشالة الشقة قريب أصلا، فرشالة السجاد بقى عشان دخلت الشتاء وكده، فالشقة نظيفة. كنستلها كده كنسة من على الوش حلوة. وبعد كده بقى رحت ماسكة الميلاد فرشاها. والله العظيم من أسعد أيامي اللي بقضيها عند ماما بصراحة ربنا. ان انا اقعد كده في بيت ابويا تاني، والاجواء بقى ووجودي مع امي وقعدتنا مع بعض ونتكلم كده مع بعض، بصراحة اجواء جميلة جدا. مهما احكي ومهما اقول مفيش حاجة تعوض الام بجد. يعني انا بتمنى طبعا اكترية الوقت اقضيه مع امي. بقعد معاها بنتكلم مع بعض نهزر، حاجة مضايقاني بحكيها لها. يعني مفيش حد يستحملني في الدنيا دي غير امي، هي سطر وغطى عليا. ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، ويبارك في عمرها ويخليها لنا ويشفيها ويعافيها يا رب، ويشفي كل مريض. هي حتى بصي، يعني ان انا جايه اهو علشان انا اساعدها وكده، وبرضه صعبانه عليها تقول لا محملش عليكي. لأمي والله العظيم مش تعبانه، كفايه بس وجودي معاكي، ان يعني انا بكون موجوده معاكي واعمل اي حاجه.
اللي انت عايزاه. وهي بصراحة ربنا بتبقى شايلانا شيل، بتبقى فرحانة. معايا كمان بنت اختي، معايا روان، هي في 6 ابتدائي من دور ياسين ابني. بس ما شاء الله مش سايبه ستها خالص، على طول قاعده معاهم والنساء، واي طلب عايزه تجيبه لها وكده بتنزل تجيبه لها. مش سايباه، هي بتحب ستها قوي. كانت بتساعدني يعني، كل البس كيس مخدت معايا، عايزه تفرش الملايات. مش كسوله يعني، عايزه تساعد معانا. وفرحانه طبعا ببياتنا ان احنا نقعد مع ماما الفتره دي، انها بتقعد وبات معانا. كان صباح بقى ساعتها العملية، ان شاء الله كده على خير. هنمشي الساعة 6 الصبح. ربنا يا رب يعدها لها على خير يا رب. هي شقة نضيفة، بتاخدش وقت، بتاخدش مجهود. بس بقى زي ما قلت لكم، خوخة بتحب تنقر. بصوا، صوريني صوريني، قلت لها حاضر هصورك. بس هتقولي ياسين شيل رجلك اهو، شالها شوية تقوم مدورة الضرب فيه تاني. بص، ادي يا خوخة دين. من التعليمات بقى اللي الدكتور قال لنا عليها، ان ماما ما تقفش قدام بوتاجاز عشان الحرارة، ما تقعدش في اضاءة عالية قوي عشان عينيها، التراب، الهواء الشديد، الحاجات دي كلها غلط عليها. فطبعا انا عارفة الكلام ده من موضوع العملية الاولانية، فما كانش ينفع طبعا ان انا اسيبها واتخلى عنها. خوخة دي بقى اصغر حفيدة عند ماما، بس حاجة كده سكرة، منقرة قوي، تحب تقعدوا معاها. بتبقى طول النهار دي برضو قاعدة معانا وكده، ما بتسيبنيش، منقرة قوي، لمضة. ما تنسوش بقى اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط لي اللايك ويكتب لي تعليق حلو من تعليقاتكم الجميلة. كنت مطلعة كمان الحافظات عشان افرشها، بس ما صورتهاش معاكم. بس فرشتها لها يعني. انا فرشت الأوضة كمان. لازم نحط حافظات على السجاد، لان السجاد بفاتح بتاع الأوضة ديت وهيتوسخ بسرعة. بعد كده ماما بقى وقفت عملت لنا عشاء سريع كده. سجق محمر، بتحط كده شوية فلفل على فكرة عارفين لو شوية ملح بدقة من ايد امي بيبقى لهم طعم تاني خالص صراحة ربنا. وكفاية اللمة، وكفاية القعدة مع بعض وهزارنا وضحكنا مع بعض، حاجة تانية. عملت لنا بقى شوية سجق كده محمرين بفلفل وفينو. احنا كده كنا جايين متغدين، بس هي قالت لا نتعشى سوا، لان هي طبعا من بالليل بخلص من بعد الساعة 12 لازم عشان تصحى صايمة عشان العملية. لمة بيت العيلة حلوة، ولمة الأهل يعني ربنا ما يحرمنا منها أبدا. بقول لكم لو لقمة بملح بصراحة ربنا بيبقى يعني حاجة ليها طعم. الواحد بيقول يوم من أيام زمان لمتنا الحلوة في البيت الحلو ده. أبص هو كل شوية تنكش معايا، عايز تيجي تاخد حاجة وتجري. بتبات معانا برضه، سايبة مامتها وقاعدة معانا على طول. أصل أختي ساكنة في البيت اللي في وشنا. خلصت بقى الشقة اهي بقى كده كلها الحمد لله. طبعا قبلها ماما كانت خف عليا حاجات كتير، وجيت يا دوبك بس لقيت على الفرش. بنت اختي ساعدتني يعني ما شاء الله عليها، الله اكبر. هي من دور ياسين كده سنه 6 ابتدائي، بس الله اكبر عليه، بتحب ستها موت وما بتستغناش عنها خالص. هي الود ودها كمان كانت عايزه ان هي تعمل الشقه قبل ما اجي، بس انا قلت لها استني يا روان هعمل معاكي الشقه لما اجي. ما يعني لو مش هي بتقدر انها تأدي واجب معايا او انها تساعد معايا، بنتها بتقوم بالواجب. اتمنى بقى منكم ان انتوا تدعوا دعوه حلوه لماما، ربنا يعدي العمليه على خير يا رب وتم الشفاء على خير. وان شاء الله استنونا في مفاجآت جايه كتير قوي، وهقول لكم ماما رايحه فين ان شاء الله. اللايك ودعوه حلوه منكم لماما في التعليقات تحت، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها عشان يوصلوا كل جديد. وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه يبقى فيها مفاجآت كتيره قوي. استنونا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.